يا مساء السعادة والسكر الزيادة على عيونك يا ست الكل. أهلا وسهلا بيكم على قناة حلاوة أكلنا مع ندى الحديدي. النهاردة هنعمل مع بعض الصلصة العجيبة اللي بتخلي المكرونة طعمها ياخدك في حتة تانية خالص، صلصة البولونيز. البولونيز دي يعني بصوا بتخلي لك المكرونة كده طعمها حلو جدا ومشهي جدا. خليكم بس معايا. وكمان المكرونه بتاعتنا مش هنحطها مكرونه بيضه كده وخلاص، لا هنعمل معاها شويه تريكات كده هتخلي طعمها برضو لو كلتيها حاف من غير الصلصه دي برضو هيكون طعمها حلو. طبعا احنا كلنا زهقنا من المحمر والمشمر والمسبك والحاجات الجامده دي، فاحنا قلنا هنوفر شويه النهارده وهنعمل حاجات بسيطه على قد ايدينا وبرضو هتدينا نتيجه حلوه. اول حاجه هنجيب الطاسه بتاعتنا وننزل فيها بالماده الدهنيه، وبعد كده هننزل فيها بكميه كبيره من البصل والفلفل. انا عندي هنا فلفتين كبار ومعاها فلفله تكون حاميه. بحب الحاجه حاميه شويه. انتي طبعا لو عايزه تستغني عن ده فاستغني خالص. وعندي كمان بصلتين كبار، هنديهم تشويحه بسيطه بس كده على النار لغايه ما يتبلوا، لا اكثر ولا اقل. وبعد كده نفتح فتحه صغيره في النص كده علشان خاطر ننزل فيها اللحمه بتاعتي تقريبا ربع كيلو من اللحمه المفرومه ويمكن اقل كمان. المهم لما تيجي تحطيها ما تقلبيش معاها البصل دلوقتي، لا خليها يديها صدمه كده على النار. وكمان تفضلي ان انتي تفرتكي فيها شويه كده عشان ما تبقاش مكلكعه. تمام كده تمام. بعد كده اول ما تاخد اللون البني اللي انتوا شايفينه خلاص بقت شكلها زي ما انتوا شايفين كده، نبتدي ان احنا ندخل كل المكونات الحلوه دي كلها مع بعضها. هننزل بقى بالبهارات بتاعتنا بالملح، ونص معلقه من الفلفل الاسمر، وربع معلقه من الشطه، ونص معلقه من البابريكا، وعلى طرف المعلقه كده بهارات لحمه. وعندي هنا معلقه صغيره من السكر، وعندي معلقه كبيره من الصلصه البيوريه اللي هي الجاهزه. هنقلبهم تقليبه لذيذه زي الفل. وبعد كده نكون محضرين جزرتين بشرنهم اهو زي ما انتم شايفين كده، ونقلبهم تقليبه جميله. وبعد كده نكون محضرين الصلصه بتاعتنا. الصلصه بتاعتنا زي ما قلت لكم قبل كده بكون محضراها يعني سلقاها وحطها في التلاجة، لما بعوز بطلع اضرب في الخلاط على طول وابتدي ان انا اشتغل. هنحط تقريبا نص شفشق كده من الصلصه، الشفشق بتاع الخلاط بتاعنا نصه كده ولا حاجه، وبعد كده على طول نحطه على اللحمه المفرومه بتاعتنا، وهنسيبها بقى لغايه ما تاخد وتدي مع بعضها وتروح وتيجي وتتسبك وتبقى شكلها حلو زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هنكون محضرين ايه، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في المكرونه عشان نخلي طعمها تحفه وخطير. اول حاجه هنجيب معلقه من الزبده ومعاها كده يعني تقولي كده يعني 4 معالق من الزيت. كل حاجة منهم ليهم فايدتها. أول حاجة الزبدة بتدي الطعم الرهيب الحلو ده، والزيت بيدينا اللمعة الجميلة. هننزل بالمكرونة، المكرونة بتاعتك يا ست الكل ما تكونيش مسوياها قوي، 3/4 سوا بس. سويتيها قوي تأكدي ان الحاجة هتطلع لخبطيطة ومعجنة وشكلها مش ظريف خالص، هي بالظبط سوا الا ربع. وبعد كده هتقلبي الحاجات الحلوة دي كلها مع بعضها، وطبعا حطينا شوية ملح صغيرين وشوية فلفل أبيض. لو عندك فلفل اصلا مفيش مشكله، بس انا بقول فلفل ابيض عشان خاطر ما يغيرليش لون المكرونه بتاعتي ويخليها شكلها مش ظريف. تمام كده تمام. وهنقلبها التقليبه الجميله وهنسيبها على النار تشكشك بس ثواني معدوده، يعني مش هنسيبها كتير على النار. هنسيبها بقى كده ثواني زي ما احنا قلنا، وبعد كده هنقدم الطبق بتاعنا الجميل الظريف. اول حاجه هتحطي طبعا العصير بتاعك، ولو عامله سلطه تمام زي الفل، مش عامله شويه مخلل زي ما انا هعمل كده بالظبط. الصلصه اهي زي ما انتم شايفين شكلها تحفه وجميل. ممكن تقدميها على فكره مع رز بشعريه، مش مع مكرونه، مش لازم مع مكرونه، يعني شويه رز بشعريه كده ممكن تزودي عليها شويه بسله فتعلي لك القيمه الغذائيه اكتر. طبعا هنحط عليه شويه بقدونس. البقدونس ده مش للتجميل بس يا جماعه، لا كمان ممكن تاكليه معاه، يعني تقلبيها كده مع الصلصه يبقى طعمها تحفه. هننزل بالمكرونه بتاعتنا الجميله وهننزل فوقيها بصلصه البولونيز. عايزه اقول لكم ان طعم الطبق ده تحفه تحفه تحفه. انا لما بكون مش عارفه هطبخ ايه، ده على ده هيطلع حاجه تحفه في الاخر. اتمنى بقى من كل واحده بتشوفني النهارده تشترك عندي في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلها كل جديد مني. بص يا عامل عمايله. عشان يوصلك كل جديد فعلي الجرس ان شاء الله. وكمان ما تبخليش عليا بلايك حلو وكومنت عسل زي كده، تكتبي لي فيه اسمك ايه عشان ارحب بيكي المره الجايه. اشوفكم المره الجايه على خير في وصفه جديده من وصفات حلاوه اكلنا مع ندى الحديدي. في حفظ الله ورعايته. مع السلامه.